حوادث الطعن العشوائي في المرافق العامة تزايدت بشكل كبير في المملكة المتحدة خلال السنوات الأخيرة. بيانات الحكومة الرسمية تؤكد تزايد نسبة جرائم الطعن في عموم البلاد منذ عام 2011، رغم أن المملكة تطبق واحدة من أشد ضوابط الأسلحة في العالم. إحدى حوادث الطعن التي وقعت أخيرا تناولتها وسائل إعلام بريطانية باهتمام واسع. كل القصص التي نشرتها الصحف والمواقع الرسمية كان بطلها شخص واحد، الشاب الجزائري سمير زيتوني، وهو مهاجر جزائري الأصل بريطاني الجنسية يعمل في شركة سكك حديد بريطانيا لينر منذ 20 عاما. مساء السبت الماضي كان يباشر عمله المعتاد، وفجأة تحولت منطقة انتظار القطار المتوجه إلى لندن من مدينة دونكاستر إلى مسرح جريمة، إذ هاجم شابان المسافرين وبدأ بطعن 10 أشخاص عشوائيا. ساد الصخب والصراخ في الأرجاء، لاذ البعض بالفرار خوفا بينما احتمى آخرون، ولكن زيتوني لم يهرب، بل هاجم المسلحان ومنعهما من طعن مسافرين آخرين. طبعا أصيب هو بجروح بليغة، نقل على إثرها إلى المستشفى، ومن لحظاتها بدأت وسائل الإعلام تهتم بقصته بعد أن نقل شهود عيان موقف زيتون البطولي. BBC نقلت عن الشرطة البريطانية وصفها للزيتون بالبطل الذي ينسب إليه إنقاذ حياة العديد من الأشخاص خلال الحادث، رغم أنه أصيب بجروح بالغة أثناء محاولته منع طفلة من تلقي طعنة من المهاجم، وهذا بحسب شهادات رواها ناجون. مسؤولون بريطانيون انهالوا على زيتوني بالإشادات، أجمعوا على وصفه بالبطل، أبرزهم وزيرة النقل البريطانية هايدي ألكساندر، التي كتبت على صفحتها بموقع إكس تغريدة قالت فيها: ذهب سمير إلى عمله صباح السبت لأداء واجبه ورحل من موقع العمل بطلا. أنقذت سرعة بديهته وتضحياته أرواحا، أظهر شجاعة لا توصف، أتمنى له ولعائلته كل التوفيق. شركة سكك حديد لندن والشمال الشرقي نشرت هي الأخرى تقريرا على موقعها وصفت فيه شجاعة زيتوني، وقالت: كان سمير يعمل على متن قطار من دونكاستر إلى لندن عندما تعرض الركاب للتهديد، لكن المسافرين الذين كانوا معه على متن القطار وصفوا موقف زميلنا بأنه بطولي للغاية، لذا أحببنا تكريمه تقديرا على شجاعته الاستثنائية. أما مدير عام الشركة ديفيد هون فأدلى بتصريح منفصل قال فيه: في لحظة حرجة لم يتردد سام في اتخاذ موقف حاسم لحماية من حوله، كانت أفعاله شجاعة للغاية.